السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم النهارده الكشري الحلة الواحدة. تمام زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي نجيب الشعرية نحمرها المادة الدهنية طبعا. تمام، نحمرها كده لغاية ما تاخد لون. بعد كده نجيب معلقة من الثوم المفروم وننزل بيها. دي التركة بتاعة الكشري اللي هتبقى بتدي الطعم والنكهة في الرز. تمام، ونفضل نقلب فيها كده لغاية ما الريحة بتاعة الثوم تطلع علينا، مش بنحمره، نديله ريحة بس تشويحة كده بس مع الشعرية. بعد كده هننزل عليها يعني بتاع 4 معالق من الخل كده، بعد ما الشعرية تاخد ايه ريحة الثوم كده. تمام، هننزل عليها بالخل. دي 4 معالق من الخل كده. تمام، ونبتدي نقلبهم مع بعض. تمام، وبعد كده ننزل عليهم بالرز ونقلب. وكل حاجة لازم نغلفها بالمادة الدهنية كده عشان تاخد تشويحة. كل ما نحط حاجة في مرحلة تتغلف بالزيت اللي احنا عملناه وحطيناه. بعد كده ننزل بالمكرونة الاسباجيتي مكسرينها طبعا، او عايزه تسيبيها بحالها زي ما انت عايزه. لازم برضو نقلبها نديها تشويحه برضو معاهم. واهم حاجه تكون عامله في حله واسعه عشان تقدري ان انت ايه تقلبي الكشري كله مع بعضه. وبعد كده ننزل بالمكرونه الصغيره عليهم، او اي مقاس انت بتحبيه، او اي مكرونه انت حباها، او اي انواع تحبي تحطيها وتضيفيها معاكي في الكشري. ونديها برضو تشويحه وتقليبه معاهم بحيث تبقى كلها واخده من الماده الدهنيه وتبقى ايه مفلفله كده معانا. تمام، انتم تقليبه حلوه كده. بعد كده نبتدي نضيف اللي هو العدس اللي هو بجبه، طبعا نقعه قبلها في ميه سخنه. تمام، سلقاه يعني حطاه في ميه سخنه ومنقوع بس مش مسلوق على النار. تمام، هو ياخد سواه وياخد القيمه الغذائيه بتاعته مع في الحله مع بعضهم كده. بعد كده نحط التوابل ملح وفلفل كمون كزبره، مكعبين من الماجي، مرقه الدجاج. لو اختياري، لو زي ما انتوا حابين، لو مش عايزين حابين تحطوها ما تحطوهاش. انا الصراحه بحبها، بحط نديها طعم كده ونكهه. ونضيف بقى الميه السخنه، نكون محضرين الميه السخنه، ننزل عليه الميه السخنه وزي ما تكون اظبطي بقى الميه بحيث ايه ما تبقاش لا كتير ولا ناقصه ولا يبقى تبقى مظبوطه. تمام، ونقلبها ونسيبهم على النار لما ايه يشرب الرز يشرب ميته، ونبتدي نوطي عليه ونبتدي نعمل الصلصه بتاعه الكشري. نجيب معلقتين توم مفرومين، شويه زيت، ونقلبهم. ده الثوم مفروم كنا فارمينه برضو في التلاجة عندنا جاهز للاستعمال في اي وقت، مياخدش معانا وقت، واكله سريعه وحلوه وكله بيحبها ومتاخدش معانا وقت، وكله في حله واحده. الكشري الحله الواحده ده بيبقى جميل. ننزل عليهم بنص كوبايه من الخل. تمام، يغلوا غلوه مع بعض. بعد كده ننزل بالصلصه. تمام، ونقلبها كده لغايه اما تاخد ايه غلوه. بعد تيجي نحط التوابل ملح فلفل كمون كزبره، معلقه من السكر صغيره عشان تعادل الحموضه اللي في الطماطم. تمام، ونديها تقليبه كده مع بعضها كده، ونسيبها على نار عاليه لغايه ما تسبك مع بعضيها كده. تمام، وتاخد غلوه. لو حبينا نحط ايه دي معلقه هريسه شطه كنا عاملينها برضو، دي اختياري برضو، لو حابين ما تحطوهاش حسب لو انتوا بتحبينها صلصه الكشري سبايسي براحتكم. تمام، بص بقى الكشري بعد ما وطينا عليه، بص ما شاء الله اهوت الرز مفلفل وكل حاجه مفلفله فيه كده ومش ماسكه في بعضيها وما شاء الله عليه يعني، وريحته جميله يا جماعه تجنن. وجربوه بالطريقه دي. كشري الحله الواحده ده ما بياخدش وقت ولا مواعين ولا حاجات كتير ومواعين كتير، كله في حله واحده. او هيعجبكم جدا ولازم تجربوه. حطولنا لايك بقى يا جماعه، لايك عشان الفيديو، ويا ريت يكون يعجبكم الكشري ولازم تجربوه بجد بجد جميل جدا واقتصادي وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت. ادي الصلصه جهزت، وادي الكشري كله خلاص معانا. وهنبتدي نعمل الدقه اللي هي بالخل والثوم
ملح، كمون، كزبره، معلقه رشه شطه، معلقه ثوم مفروم، وخل وليمون. تمام. دي بقى الدقه على البارد. تمام. هنجيب ونحط طبعا كوبايتين كبار من الميه، وده خل على ليمون، يحطهم مع بعض. دي الدقه على البارد. لو حابه تعمليها على السخن، بتحمري الثوم وتنزلي عليه طبعا بالخل وكده وبقيه التوابل زي ما احنا هي، بس انا بحب اعملها على البارد بتبقى احسن. تمام. ونجهزها ونجهز الصلصه، ونبتدي ان احنا ايه نغرف ونوريكم بقى احنا عملنا ايه. اكله اقتصاديه وجميله جدا، والكل بيحبها ومبتاخدش وقت، ولا بقى دبكة الاطباق والحلل وكل حاجة لوحديها، كله في حلة واحدة. ده بنحط المية اهوت، ونضيف عليهم الخل والليمون ونقلب ونعبيهم في ازازة كده زي تبقى في المطاعم، ونحط لهم فوق الاطباق. ونعمل بقى بصل بنحمره، بنقطعه جوانح كده ونحمره، ونحط عليه شوية دقيق وننفضه من الدقيق كده، وننزل بزيت غزير فيه، وهو هيبقى مقرمش وحلو. في اللي ما بيحبش، عندي اللي ما بيحبش البصل على الوش، بنعمل برضو كده. وادي الصلصه، وادي الدقه. تمام. وبنعمل البصل. وياريت يعجبوا الفيديو، ياريت سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب اسرار المطبخ مع ايناس، وعلى على الفيسبوك برضو اسرار المطبخ مع ايناس. ياريت تحطوا لنا لايك للفيديو، وياريت يعجبوا الفيديو واستفاد منه، اعملنا شير ولايك. ومع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.